طاجن الكبد بالقوانص، حاجة كده طعمها في منتهى الجمال. عملتها بنص كيلو من الكبد والقوانص اللي أنا حوشتها من الفراخ اللي باجيبها للبيت. عملنا منها كده وجبة حلوة قوي على الغدا، طعمها حلو تنافس وبشدة طاجن الفراخ وطاجن اللحمة. لو الأولاد ما بيحبوهوش هيحبوه. وكمان اقتصادية جدا. لو أول مرة تشوفوني أنا يوستينا. أول حاجة هنا عندي دول نص كيلو من الكبد والقوانص، أنا مقطعاهم مكعبات صغيرة، بس مش صغيرة قوي عشان ما تتوهش مننا في البصل، وغسلاها بملح وليمون عشان ما يبقاش فيها أي زفارة. تمام. وعندي هنا حباية كبيرة من البصل مقطعها كده مربعات زي ما انتم شايفين. تقدروا ان انتوا تزودوا كمان بصل لو حابين ان الكمية تكون اكبر وفي نفس الوقت تكون اقتصادية بشكل صحي. وعندي هنا فلفل رومي حوالي حباية مقطعها كده صغير شرايح. تقدروا ان انتوا تضيفوا كمان فلفل حامي لو انتم حابين ان هو يبقى سبايسي. والبهارات بقى اللي انا هستخدمها، عندي نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وتقدروا تكتفوا بيهم على فكرة وهيبقى طعمه حلو جدا. وعندي هنا نص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وعندي مكعب من المرق لو مش حابين ان انتوا تضيفوه براحتكم ممكن تستغنوا عنه، و4 فصوص من الحبهان، وكام فص كده من الكباب الصيني بيبقى شكلها عامل زي الفلفل الأسود الحب. وعندي كمان معلقة كبيرة ممسوحة من الثوم المهروس، بيدي ريحة وتست حلوة قوي في الطاجن، ويعني مش هيخلي فيه أي ريحة زفارة للناس اللي بتقرف قوي. جبت الطاجن بقى بتاعي ونزلت فيه بالكبد والقوانص. ممكن تستخدمي كمان بايركس لو مفيش عندك طاجن. ونزلت بقى بالفلفل وبالبصل. انا نزلت بالاتنين مع بعض الكبد والقوانص عشان الطاجن بيبقى درجة حرارته عالية، فالاتنين هياخدوا من نفس سوا بعض. ما اضطريتش ان انا اسوي القوانص الاول. ونزلت بقى بالبهارات بتاعتي اللي احنا لسه قايلينها مع بعض. وبعدين هبتدي بقى ان انا اقلب الطاجن بتاعي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن اسيبه نص ساعة على اساس ان هما يتبلوا ويشربوا من طعم بعض اكتر، وممكن ان انا لو مستعجلة اشتغل فيه على طول مفيش مشكلة وهيبقى حلو خالص. وبعدين رفعته على النار من غير اي سوائل ومن غير اي حاجة. هخلي النار اول 5 دقايق تكون عالية لغاية ما الخضار اللي احنا حاطينه والكبد والقوانص ينزلوا المية بتاعتهم. مش هنضيف له اي مية تماما، بس في نفس الوقت عينينا عليه ان هو ما ينشفش. وضفت كده معلقة من السمنة، ممكن تستبدليها بمعلقة من الزيت، ممكن ما تحطيش حاجة خالص براحتك. هنا بصوا بعد ما غلى معايا ابتدى ان هو ينزل ميته. لو حسينا ان المية بتاعته نشفت ولسه ما استواش، هنزوده ربع كوباية بربع كوباية من المية المغلية. اهم حاجة ان احنا ما نسيبوش عشان ما ينشفش او يتلسع من تحت. تمام لغاية ما يستوي تماما. هنا بصوا كان استوى معايا. انا خلصت سواه كله على البوتاجاز من فوق. ممكن تخلوه يكمل تسويته في الفرن عادي. وبعدين فتحت عليه الشواية لمدة دقيقتين وخد اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده. بصوا ريحته مش قادرة اقول لكم تجنن، وطعمه في منتهى الجمال. حاجة كده اقتصادية. عملنا غدوة من ما فيش، يعني الكبد والقوانص بتيجي مع الفراخ، فبدل ما انتي ترميها او الاولاد، يعني في ناس كتير مش بيحبوها وبالذات الاطفال الصغيرين، فممكن نعمل لهم الوجبة دي هتعجبهم جدا جدا. وعلى فكرة لو عملتيها برضو في عزومة او حاجة مشرفة على فكرة، وطعمها في منتهى الجمال وكله هيقولك الله على طعمها. بصوا انا عايزة اوريكم ان هي بصوا مستوية، وزي ما قلت لكم بصوا شايفين القطع متهرتش معانا. لسه محتفظة بشخصيتها، يعني باينة مش تايهة وسط الخضار. وكمان البصل والفلفل يعني بصوا ليهم طعم برضو يا جماعة، مش حاجة كده ملهاش لازمة. أنا قدمته مع رز بالشعرية، ممكن تقدموه مع رز أبيض، ممكن تاكلوه بالعيش، ممكن مكرونة بالصلصة هيبقى حلو جدا برضو على فكرة. جربوه وقولولي رأيكم. ودي كانت وصفتنا النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير. واشوفكم على خير في وصفة جديدة.